انا نفسي مخنوق والله العظيم، بدخل واستحي علشان ادخل محل وادخل اجيب منه حاجه. ازاز الزيت مش عارف لمس بكام يا ابو زي 200 جنيه، ها 180 جايبينها النهارده، اللي كانت بتيجي ب 60 او 70 جنيه او حاجه و90 يوم ما غلت خالص، يعني الضعف ومرتبات الناس واحده. فالناس مخنوقه، الناس مخنوقه خنقه، يعني خنقه. الصوره واصله للرئيس كده، احساسه بالناس اللي موجودين كده. طب احنا نعمل ايه من الناحيه الشرعيه بقى؟ ما انا بكلمك اهو، انا من الناحيه الشرعيه اعمل ايه؟ ما فيش قدامي خيار. اتورطت البلد في المساله دي. زي ما انت عايزها تبقى على طول في كل وقت الخير موجود وكل حاجه موجوده وكل حاجه رخيصه، جه وقت يبقى غلا نتحمل، ولا تبقى الامور غير منضبطه والناس من خلقتها تنزل مش عارفه اتجاهاتها فين. احنا عايزين مش عارف ايه وبتاع. الحمد لله لسه فيه اكل وشرب حتى ولو تمرات. ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع تمرات. الموقف الشرعي ان انت ما تخرجش على ولي امرك بسبب طعام او شراب ابدا، لان الفتن اللي هتترتب والمشاكل اللي هتترتب على كده اسوأ من الحالة اللي احنا فيها. الناس لو نزلت في الشوارع وقت يلا طبعا هيتدخلوا وهتحصل مشاكل وهيفرضوا القضية والناس متضايقة. احساس الناس برئيس البلد وسعيه، والله هذا اللي حصل، هنعمل ايه؟ الحالة غلاء لك في كل مكان، بس ايه الداعي ان احنا نوصل كده ان كان الخير موجود عندنا عشان نرضي صندوق النقد ونرضي الجماعة اللي قاعدين ياكلونا بالدولار والبتاع ده؟ والله دي حرية، هم بقى طبعا هيتسألوا على الكلام ده. لكن انا بقول لك انا نفسي شفت العذاب، والعذاب اشكال والوان دلوقتي في مسألة الايجار. ما احنا لسه 10 ايام ومطلوب مننا يجي 600,000 جنيه، هنجيبهم منين الحتة دول؟ وبعدين ما فيش انفراجة علشان واحد يساعدك فيها. اللي كان بيدفع مثلا 20,000 جنيه مساهمة في ايجار يوم ولا حاجة، اخد بالك ازاي؟ المطلوب يدفع دلوقتي 40. يعني مش عارف اقول لكم ايه يا اخوانا. انا بقول لهم انا بالنسبه لي انا مخنوق، بس بنقول لا حول ولا قوه الا بالله، ونرد الامر ربنا سبحانه وتعالى، ونقول رب يعدي البلد على خير. وزي ما مرت ايام ومشاكل على البلد وعلى الجيش وعلى اولادنا اللي ماتوا وغيرهم، الحمد لله على كل حال هتعدي بلدنا باذن الله تعالى. وليس من حقك ان تقول لا الحكومه تمشي ويجي حد تاني، ده مش من حق اي واحد انه يقول الكلام ده خالص. مسألة ان هو رجل في يده المسؤولية والشوكة الممثلة في الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، طالما بتسمع له وتطيع احنا معاهم في المعروف، مش مطلقا برضه. انا بقولها واضحة اهو، هقول اكتر من كده عشان يقول لك لا انت بتنافق السيسي وما تنافقش السيسي. لا انا بقى يا اخي كده، ولازم اكلم الناس على ان هم يقفوا مع بلدهم ويكون البلد ايد واحده، ويكونوا نفسهم بحميه وتلقائيه في الدفاع ضد اي معتدي. طب هم مكرونا لغايه ما وقعونا في الوضع المحرج ده. يتوقف المشروعات كلها وتوقف كل حاجه، يتموتوا من الجوع. فالناس دلوقتي وصلت لحاله صعبه جدا، تايهه. يا دوب الراجل النهارده بيقولوا احنا بنشتري سمك، بالذات بيجيبوا لنا السمك، والاول مره اشوف الناس بتشتري بالنص كيلو وربع كيلو، بعد ما كان اشوي سمكتين. واحد جاي سوق العبور عشان يشتري سمكتين او 3 بالكيلو ولا نص كيلو. دي كانت صعبه قوي قوي كانت تحصل. الوقت هيعمل ايه؟ فكان الله في عوننا، ونسال الله عز وجل وتدعي كده من قلبك إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل فرج ومخرج لهذا الرجل، إن نحسب إن شاء الله عز وجل على خير وصالح، وقدم الكثير لخدمة هذا الدين. صحيح إن إعلامنا ووضعنا وضع يعني كان سبب من الأسباب
في حدوث هذا العقاب الجمعي اللي عايشاه مصر. احنا في نعمة يا اخوانا بالرغم من كده، بس انا بقول لك الخلق اللي حاسسها الناس لان حاسس بهم. الطبقة المتوسطة بقت تحت الفقر الآن. ما اقدرش اقول اكتر من كده، واللي يحصل يحصل. انا ناصح، بنحب بلدنا بإخلاص، واي واحد فاهم عقيدته كويس هيقول الكلام ده. أسئلة تانية كده عشان هم إخوة بيتكلموا بأشياء فأشكر كده أو حاجات زي كده. حسن بابكر موسى من السودان: هل هم الناس أكل وشرب أم دين؟ وأين الابتلاء بالشر والخير؟ الله يجزي خير.